السلام عليكم. شعار ونسيناه من زمان، ولما نسيناه فتحنا على نفسنا أبواب جهنم. الله واحد، والوطن برضو واحد. شعار فاكره أي حد يشارك في حرب أكتوبر المجيدة، والكلام اتنسى بعد ما الحرب انتهت وكسبنا. شبابنا الجديد اللي على الساحة دلوقتي، اللي هم سنهم أقل من 40 سنة، الكلام ده ممكن كنتوا سمعوه، بس يا ريتهم كانوا سمعوه وفهموه. ممكن نكون فهمناه، بس فهمناه متأخر. طب يا ترى بعد ما فهمناه هنعمل بيه ولا هنعمل ايه؟ ايه اللي خلى نسياننا للكلام ده يفتح لنا ابواب جهنم؟ هقول لك: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فانت خير الفاتحين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهمونا اهل الشر ان الحرب على الدين كلام حق يراد به باطل. ازاي الكلام ده؟ عشان خاطر ما نلخبطش نفسينا خليني اقول لك: فعلا الحرب على الدين، بس مين اللي بيحارب الدين؟ هل احنا كمسلمين، او هل احنا كمصريين، او هل احنا كشعوب عربية؟ اسمح لي اقول لك: لا طبعا. الحرب على الدين بدأها اهل الشر لما حبوا يقلبونا على بعضنا، لما حبوا يزرعوا الفتن بينا. زرعوا شجرة الفتنة وبيروها بالاشاعات. مثلا قنوات الشر اللي في تركيا اللي اتنقلت بريطانيا بتقلب المصريين على بعض، ومش المصريين بس، بتقلب الشعوب العربية على بعض. بيحطوا السم في العسل، بيفهمونا ان هم عايزين مصلحتنا، بس اوراقهم انكشفت. ولما اقول لك على واحد بيروج للفتنه ان هو خاين، صدقني يا صديقي انا عندي حق. اسال الجيل اللي حارب، يمكن احنا جينا جه بعد كده ما شافش حروب، فالامر بالنسبه له مش مفهوم. لكن خليني يا صديقي افتح عينيك على الحقيقه مجرده. اهل الشر لما زيفوا الحقائق توهونا، معرفناش فين الحلال وفين الحرام. فهمونا ان احنا لما نهد بلادنا ده فيه خلاصنا. طب خليني اديك مثال. طب هل الأشعار الفتن كانوا عايزين مصلحة إخواننا في لبنان؟ استحالة طبعا. السيناريو ده نفسهم يطبقوه في مصر، بس استحالة يحصل لأكتر من سبب. مش بس عشان جيشنا قوي، لا، عشان احنا كمان انتمائنا لبلدنا أكبر من أحلامهم. يمكن بسبب الظروف المادية اللي بيمر بها العالم نجحوا إن هم يوهموا البعض إن الظروف دي في مصر بس، في حين ان احنا لو تابعنا اخبار بره هنعرف المشكله عالميه مش مصريه بس. بس هل احنا بعد ما هنعرف هنقف جنب بلدنا وفي ظهرها، والله هنضحي بيها بسبب مكاسب وهميه ومش هتيجي اصلا؟ يعني يا سيدي الفاضل، لما الغرب يفهمك ان هم عايزين مصلحتك من خلال عناصرهم اللي هي مندسه في كل اوطاننا العربيه مش في مصر هنا بس، هل هم فعلا عايزين مصلحتك؟ طب بأمارة ايه؟ اسمح لي يا صديقي اقول لك ان هم عينيهم مش على مصلحتك ولا عليك انت اصلا، وهم اصلا مش شايفيننا، هم عينيهم على ثرواتنا. يعني على سبيل المثال، لما دولة زي امريكا، دولة كبيرة في عز الازمات اللي بتمر بيها دلوقتي، في ازمة الطاقة وازمة تغير المناخ، واحنا عندنا هنا في مصر الحمد لله ازمة الطاقة تغلبنا عليها وبقى عندنا فائض طاقة وبنصدره كمان، وعندنا كمان مشاريع كتير تأهلنا ان احنا نبقى دولة عظمى. طب هل ده هيرضيهم؟ هل ده هيرضي غرورهم؟ والسؤال الأهم: إيه مصلحتهم إن إحنا نكبر؟ إيه مصلحتهم إن إحنا نبقى شعب مستريح ماديا وسياسيا؟ اسمح لي أقول لك مفيش مصلحة، لأن هما بأمارة إيه هيبقوا علينا ويخافوا علينا؟ الناس دي مش همها غير مصلحتها بس. يشعل الفتن جوه مصر هنا يقسم البلد اللي كان بقاله بيحاول سنين يقسمها. وممكن الكلام ده مش كلامي، لأن في متحف بريطانيا فيه خريطة بتقسيم الدول العربية بما فيهم مصر، والخريطة دي في المتحف هناك لحد دلوقتي، يعني اللي عايز يطلع عليها، كله موجود على الانترنت، فسهلة مش صعبة. طب هنا يحضرنا سؤال مهم. حضرتك بتقولي لو انت كلامك صح يا وجدي، طب ما هم ممكن يعملوا علينا عملية عسكرية. هو ممكن، بس دي تبقى فيها خسائر كتير، خسائر مادية وخسائر في الأرواح هم بغنى عنها. طب هم ممكن يحتلونا ازاي؟ الاحتلال مش لازم يكون بالجنود، يعني هو مش لازم يحتلنا عسكريا، لكن ممكن يحتلنا سياسيا، ممكن يحتلنا اقتصاديا. برضه انا حاسس ان الكلام مش مفهوم، او الكلام فيه البعض ممكن يستغرب له: ازاي يحتلنا سياسيا واقتصاديا وفكريا؟ يعني احتلال فكري عن طريق التطبيع، احتلال اقتصادي ان هو يحاول يتحكم في مشاريعك القوميه. طب هو عشان يتحكم في مشاريعك القوميه لازم يحكم من جوه مصر، وهنا بيقابله جيش حائط صد. هو مش عايز يواجهه عشان مش قادر يواجهه، عشان هم مشاكلهم كتير والثورات برضه في بلادهم كتير، بس هم عارفين ان دي ازمه عالميه، يعني شعوبهم عارفه ان دي ازمه عالميه. لكن في مصر هنا اهل الشر بيحاولوا يقنعونا ان دي ازمه عندنا هنا في مصر نتيجه لسياساتنا الغلط. طب احنا ازاي سياساتنا غلط وقادرين نأمن حدودنا؟
طب احنا ازاي سياستنا غلط واحنا قادرين نحمي بلدنا؟ والاهم، ازاي سياستنا غلط ويتم عندنا قمة زي قمة المناخ هيحضرها رؤساء العالم؟ طب ده ما بيخليكش تبص للموضوع بصورة أوضح شوية؟ يعني هو ازاي يكونوا جايين عندك هنا وينادوا بإشعال ثورات؟ أقول لك يا صديقي، هم عايزين لما يجوا هنا يصوروا فيديوهات إن مصر ما فيهاش أمن وأمان، عشان بعد كده يعمل لك أي حجة، ويجوا أنصار الديمقراطية واللي بينادوا حقوق الإنسان ياخدوها ذريعة إن هم يدخلوا بلدك بأي حجة، زي بالظبط ما حصل في العراق. وقال لك العراق فيها سلاح نووي، وبعد ما هدموها وخربوها يقول لك بكل سفاله وبكل بجاحه: معلش سامحونا، احنا ما خدناش بالنا ان احنا ما عندكوش نووي. بس هي حجه فاضيه، هم برضو عايزين يعملوا كده في مصر. طب هل انت هتسمح بكده؟ انت يا شاب هتسمح بكده؟ انت يا حاج يا اللي عشت ايام الحرب هتسمح بكده؟ انت يا جندي يا مناضل يا اللي كنت بتقدم روحك في ده البلد هتسمح بكده؟ لو انت مش تسمح، فهم الاولاد. محدش في الدنيا من مصلحته ان دولته تبوظ او ان بلده تتهد. ولو انت مش مصدقني او انت مش عايز تسمع كلامي، ممكن تسأل اي حد من اخواننا في العراق، اخواننا اللي في ليبيا، اخواننا في فلسطين، اخواننا في لبنان، اخواننا في كل مكان حصل في برضه مشاكل. اسألوا السؤال ده: هل انت لو الزمان رجع بيك هتسمح ان يتكرر اللي انت عملته؟ ما اظنش الاجابه هتكون اه. ما اظنش انه هيبقى سعيد باللي هو فيه، واكيد ندمان باللي حصل له، واكيد ندمان من اللي هو عمله. اياك والشرك بالله والاضرار بالناس، خيانه الوطن، اضرار بالناس. الناس اللي بتروج الاشاعات بتضر الناس، الناس اللي عايزانا نطلع مظاهرات نخرب بلدنا بتضر الناس، الناس اللي عايزانا نطلع نبوظ قمه المناخ اللي جاي من وراها خير مش لبلدنا بس، لدول تانية كتير، همها الاضرار بالناس. طب ايه اسبابهم وايه دوافعهم؟ دوافعهم معروفه، واسبابهم ما عندهمش اسباب مقنعه. وخليني اقول لك ان الجاسوس رجل مخابرات، بس رجل مخابرات معادي. لو اتقفش عندنا هنا في مصر هو بيأدي مهمه لبلده، لكن العميل اللي جوه البلد، يعني احنا عندنا هنا عميل جوه مصر بيروج الفتن وبيروج الاشاعات عشان يضر في مصر. هل هو بيعمل كده من دماغه؟ اكيد طبعا لا. اكيد. هل هو ليه ملوش مصلحه؟ ازاي ملوش مصلحه؟ وما هنعمل كده ليه؟ يعني محدش هيضر الناس بدون مصلحه، على الاقل حتى مصلحه دنيويه. وطبعا ده لا يخفى عن عيوننا يعني. اكيد اللي عمل كده ليه مصالح خارجيه، ليه تمويل من بره، اشترى الدنيا وباع الاخره. وهل هو لما خان بلده؟ وهل هو لما خان بلده دي مش اهله عايشين فيها؟ طب اللي نزل تويته ضد ضباط الامن الوطني وبيقول فيها معناها يعني ان احنا لو مش قادرين نموتهم نموت عيالهم واهاليهم. طب انا هنا ليا سؤال: دلوقتي انت خاين وعايش بره مصر، طب ما اهلك جوه مش خايف عليهم؟ لا مش خايف عليهم، بس هو كله ثقه ان احنا عشان حربنا شريفه مش هنستغل اهاليهم اللي عايشين في مصر عشان خاطر نضغط عليهم. مش هنموت عيالهم زي ما هم عايزين يموتوا عيالنا، مش هنشرد اهاليهم زي ما هم عايزين يشردونا كلنا. احنا حربنا شريفه مقدسه، لكن هم حربهم خبيثه شيطانيه، وده واضح جدا. بس للاسف في ناس لسه متعاطفه معاهم. وسؤالي هنا للمتعاطف مع الناس دي: ايه رايك في اللي بيحصل في الدول اللي فيها فتن او اللي انتشرت فيها الفتن؟ ما تجاوبش على السؤال، بس فكر فيه، وبعد كده ممكن نتكلم في وقت تاني. الاحداث اللي حصلت في سينا في الفتره اللي عدت ولحد دلوقتي بتحصل، ولادنا في سينا بيدافعوا عننا وشعارهم الله اكبر، واهل الشر بيعتدوا عليهم وبرضه شعارهم الله اكبر. ولادنا ماتوا هما بيدافعوا، واللي عايش منهم رجع بطل ما هربش من المعركه. لكن هما ايه اللي حصل؟ اللي مات واللي بقى منهم هرب، قال الحقوني. الجندي المصري الشريف البطل المناضل لما حصل قصف على الكمين ولقى ان قوة اهل الشر اقوى من قوة الكمين، بعد طبعا ما كلهم دافعوا عن الكمين بكل بسالة وبكل شرف وبكل عزة وبكل شراسة، لان قضيتهم طاهرة، قضيتهم شريفة. لكن اهل الشر لما واجهوا اللي مات والباقي هربوا زي الفيران.
هربوا زي الكلاب مع احترامي للكلاب. قالوا الحقونا، قالوا على جولودنا الطواغيت، ولقوا خلاص ان اهل الشر قربوا خلاص يحتلوا الكمين. اللي اتبقى منهم قال ايه؟ في منهم ضابط قال دكوا الكمين، اضربوا الكمين، هدوه على اللي عليه وهو عايش جوه. ما كان قادر يسيب الكمين ويهرب، كان قادر ينجب روحه، بس روحه في بلده هيسيبها ويروح فين؟ خلي بالكوا يا شباب، اهالينا وابهاتنا واجدادنا ما ضحوش هدر. لو احنا بعنا مصر دلوقتي في الوقت اللي هي محتاجانا فيه، يبقى كل ابطال حرب اكتوبر تضحياتهم راحت كده هباء، وده ما يرضيش حد. المصري معروف بالجدعنه، المصري معروف بالرجوله. حقوقك مع بلدك هي دي الجدعنه والرجوله. واتمنى ان كلامي يوصل لكل مصري، لكل شاب، لكل عيل صغير لسه بيشوف النور، لكل طفل عادي لسه بيفتح عينيه، عشان يعيش في مصر الجميله، عشان نأمن حتى مستقبل ولادنا. واسيبكم في رعاية الله أغلى ناس. السلام عليكم.